النهارده رايحين ماتش مصر وبوركينا. ان شاء الله 2-0 لمصر. هو ماتش مهم جدا طبعا. النهارده لو كسبنا يبقى بنسبه كبيره قوي نبقى صعدنا ان شاء الله. يعني يمكن المجموعه هو يعني هنفرق عن بوركينا اللي هو يعني اقوى منافس لينا النهارده الماتش يعتبر. بالظبط هيبقى الفرق حوالي 5 نقط، لان الفرق بيننا وبينهم نقطتين، احنا 6 وهم 4. فهنكسب النهارده يبقى فرق 5 نقط، يعني ان شاء الله تبقى الامور شبه محسومه. ان شاء الله نكسب عشان الناس الجدعه اللي رايحه دي. ان شاء الله. يلا بينا. يلا بينا. اهلا اهلا. ربنا يستر ان شاء الله. احنا متاخرين زي كل مره صح؟ زي كل مره، مفيش مره تيجي بدري. يعني ويك اند متاخر، ويك داي متاخر، كله متسجل خلي بالك. الساعه 9 متاخر. يلا انا جاي من اخر الدنيا. المنتخب اسمي موجود عندك؟ كام؟ 98. يلا بينا يلا بينا. الواد ماركو حجز لنا يا تحت. ماشي يلا بينا. وده حرامي مين؟ سؤال يطرح نفسه. انا ما اعرفش ده سؤال. احنا يعني الناس كلها تشاركنا بقى وتقول مين. امام عاشور الغلابه، نفس الشعر بنفس البروفيل كل حاجه. انت شايف اهو. ده انت ايه؟ دي كان قبل ماتش النهائي بيومين. قبل ماتش كان ايه؟ قبل النهائي بيومين. اوكي ماشي يا عم، مبروك. قطعناكم. تتوقع ايه؟ صعب. المنتخب مش في احسن حاله. فرقه تقيله. خوفني ان بوركينا عملت ماتشات حلوه في الفتره اللي فاتت، وانت لعبت 4 ماتشات مع فرق اقل من بوركينا وتعادلت. ده حقيقي. ودي نقطه في الخوف، لكن اعتقد ان بالروح بقى هم لازم ينزلوا اول ربع ساعه يضغطوا، وهيبان اول ربع ساعه نزلت ضغطت فانت نازل تكسب، نزلت بتلعب لورا تعرف الماتش ده هيبقى صعب قوي. بص هو انا اظن يعني هو ماتش النهارده ده هيبقى نفس البدايه بتاعت الاهلي والزمالك بالظبط. يعني الزمالك في نهايه الكونفدراليه في اول 10 دقائق كان ضغط جامد لغايه لما الزمالك جاب جون، ونفس الفكره في الاهلي برضه. يعني اظن ان هو برضه هيبقى بالجمهور وكده، هيبقى برضه النهارده هيبقى ضغط من البدايه. لو جبنا جون الاول هتسهل لنا الماتش كتير. ده اللي بقوله لك، ان اول ربع ساعه هيبان هم عايزين يعملوا ايه. ده حقيقي. يعني ماتش الزمالك كان باين، ماتش الاهلي كان باين ربع ساعه هم عايزين يعملوا ايه. صح. هيبان اول ربع ساعه، بس هو ماتش صعب مش نتيجه لعبتنا وحشه لا خالص، لكن نتيجه مستواك القديم، الفيدباك اللي انت جاي بيه مش انت مش جاي من حته مش حلوه. ربنا يستر. بص هو يعني احنا نتعشم اللي هو المنتخب النهارده يبقى واخد الدفعه بتاعت الاهلي والزمالك. يعني الاهلي بس لان مفيش حد من الزمالك. لا يعني بس برضه يعني اذا كان الفريقين كسبوا افريقيا فاكيد هيبقوا مدين دفعه او في دفعه معنويه للمنتخب يعني، واللعيبه النهارده هم يعملوا حاجه
سبيشال احنا لو كسبنا النهارده هيبقى بنسبه كبيره قوي، احنا خلاص هيبقى لازم تكسب النهارده وتكسب الماتش الجاي كمان. ده حقيقي. هو ماتش النهارده والماتش الجاي يبقى كده خلاص يعني بنسبه كبيره احنا صعدنا. بس عيب يعني، عيب لما يبقى مجموعتك مجموعه في المتناول بصراحه، مجموعه سهله جدا. طب انت عايز ايه تاني عشان تروح كاس العالم؟ ده حقيقي. يعني المره دي ولا معانا سنغال ولا معانا الجزائر ولا معانا مغرب ولا الفرق اللي كانت دايما بتعمل لنا مشاكل. لا مشاكل، احنا تخصص نصعد فرقه لاول مره في تاريخها. احنا صعدنا كوت ديفوار لاول مره في تاريخها. ده حقيقي. والسنغال برضه والسنغال اول مره في تاريخها كانت احنا معانا. متخصصين، فربنا يستر بقاش بوركينا فاسو. والمره اللي فاتت كنا هنصعد اوغندا. ده حقيقي. لا بس ان شاء الله نعمل حاجه كويسه النهارده. يعني مصر لو جابت جول ما تنامش عليه وتقعد تدافع، عشان هي ممكن تلبس الجول ساعتها. يحاولوا يزودوا بدل جول 2 و3. بالظبط، ده اللي احنا عايزينه النهارده. يا رب ان كمان ان شاء الله.
احنا نعرف الماتش كده ما كناش عاملين نفسنا وجينا والله. ما كنتش حليت الماتش قبل الماتش. صح. تعبت وقعدت افكر. لا ماتش سهل قوي يعني هو حلو يا زيزو. الماتش ده صح؟ عوره يا خبي. الله. يا عيني. روح الصراحه. يلا شوف كده يا خالد. قلت لك هيجيبوا جول هيشعللوا الماتش. انا قلت له هيجيبوا جول هيشعللوا الماتش. اقعد بقى على اعصابك. ده انت طول وهبه يا شناوي. بص امام كل ما يجي المنتخب يتصاب. ما بيسلمش ليه؟ ما سلمش على ابراهيم حسن ولا ماسك الخلفيه. ما بيسلمش ليه؟ هو مبروك على النتيجه بس مش على الاداء. احنا المنتخب لعب 7 دقايق من 90 دقيقه. والله وفعلا ماتش النهارده يعني احنا هنلخص الماتش كله في السبع دقايق الاولانيين. هو اول 7 دقايق كنا نازلين. طبعا احنا كنا متوقعين ده اللي احنا هناخد نفس الحميه بتاعت الاهلي والزمالك اللي احنا طبعا يعني بقى لنا فتره بننزل اول 10 دقايق مركزين. بعد كده بقيه الماتش احنا خدنا النتيجه اللي احنا عايزينها فعلا اللي احنا نكسب النهارده. ودي طبعا هو اهم حاجه في المجموعات اللي احنا نجمع نقط عشان نصعد كاس العالم. بس بالمستوى ده اللي ادينا بيه بقيه الماتش انت مش هتعرف تكسب. يعني انت لسه عندك بوركينا هناك وعندك لسه ماتشين هناك تانيين بس يعني انا اظن ماتش النهارده برضو احنا كده فرقنا 5 نقط عن التاني. فاحنا الماتش الجاي ده هنلعبه الاسبوع الجاي. فلو كسبنا ماتش غينيا فاحنا تقريبا بنسبه كبيره خلاص احنا كده حسمنا الصعود بدري. بس برضو الاداء محتاج يبقى احسن بصراحه. يعني كان نفسنا نشوف ماتش النهارده يعني احسن شويه. طبعا يعني محمد صلاح النهارده مستواه مش احسن حاجه. مش هو محمد صلاح اللي احنا عارفينه بتاع ليفربول بتاع السنه دي والسنه اللي فاتت بالظبط. يعني غير بقيه اللعيبه برضو في لعيبه كتير مستواها عليه علامات استفهام كتير قوي. ويمكن محمد هاني بصراحه النهارده يعني محتاج يراجع نفسه. يعني هو ما بقاش الناشئ محمد هاني خلاص. يعني هو المفروض دلوقتي يبقى عنده من الخبرات اللي هو يخليه قرب يعتزل. يعني الخبرات اللي تخليه يتفادى اكتر من كده في الملعب. بالظبط. اخطاء ساذجه بصراحه. يعني انا شايف يعني كان حد زي عمر جابر كان هيبقى ليه دور كبير قوي في المنتخب بصراحه. عمر جابر كان ليه دور كبير قوي في ماتشات الزمالك في الكونفدراليه والدوري الوقت اللي فات. بالظبط. حسام يفكر فيه بقى المفروض يعني هنشوف كده الماتشات الجايه. بس هو الحمد لله طبعا النهارده على المكسب واللي احنا
الحمد لله يعني الناس اللي جت النهارده كلهم روحوا مبسوطين. هو طبعا الجمهور النهارده غير جمهور الفاينل بتاع افريقيا بتاعنا، بس يا جماعه يعني عايزين نقول حاجه، يعني يا ريت يعملوا رابطه للمنتخب، يعني رابطه بتشجع، تنظم الناس، تقول ايه، تعمل ايه، تشجعهم. بالظبط. الناس نايمه، الناس ده حقيقي. جايه رحله بتتفرج. بالظبط، يعني نفسنا حد يتبنى الفكره دي بجد، ان احنا نعمل رابطه تشجيع للمنتخب. حقيقي يعني حتى لو في هتافات بسيطه ممكن تتعمل بحيث الناس تقدر تقولها، تحمس اللعيبه شويه. بجد الملعب يعني في اوقات كان حرفيا الملعب اللي انت لو رميت الابره تسمع صوتها يعني. نفسنا بجد الموضوع ده يتظبط ونرجع كده زي زمان. كان ايام 2006 و2008 كان حقيقي كان الملعب مختلف خالص. بس يعني الحمد لله على النتيجه النهارده ونتمنى كده ان شاء الله دايما في مكسب يا رب. وان شاء الله كده نحسم صعود كاس العالم ان شاء الله الماتش الجاي. مصر. يلا باي.